سعيدة تسويق بالبلدي تاني. النهارده هنتكلم في حاجة تانية خالص مختلفة. الفيديو اللي فات كنا بنتكلم على مشروعات البوكس بتاع السعادة ونقطة الخير وازاي نعمل ده إن يكون معانا بادجت عشان التسويق الكبيرة. فجالنا بوست أو جالنا سوري تعليق إن الكلام ده بيحتاج تصريح جامعي مال، ما ينفعش يتعمل. صح جدا، هو لازم يكون في تصريح جامعي مال. أصلا أي خطوة لازم تعملها لازم تكون قانونية رسمية واحدة. خلاص، ده احنا مسلمات. احنا دلوقتي بنتكلم في الافكار التسويقيه اللي تستعملها، ازاي هتنفذها بقى. ده بتاعتك انت بقى. يعني في تصريح جمعي يبقى لازم ابقى اعمل حسابي واروح اعمل تصريح جمعي. ايه المشكله؟ ما هو ده البيبر والورق دي كنت انت هتقدمها للاماكن اللي هتساعدك اصلا. طيب تعالى نعمل حاجه عكسيه. انا مش عايز اتعامل واجيب تصريح جمعي مال ومش عايز اتحط في الشبهات والكلام المتداول او المتعارف عليه، وده غلط اصلا. بس خليني امشي معاك للخطه. وعايزين نعمل برضو فكرة تسويقية تسمح بأن اسم المؤسسة بتاعتنا والجمعية يبقى كويس، وتجيب برضو تمويلات فيما بعد ويبقى ليها ريت براند في السوق بتاعنا. هقولها لك ببساطة جدا. تعال نفكر بشكل تاني خالص. واحنا في رمضان، انت الجمعية بتاعتك بتساعد ان الولاد تضيع اصلا والمستقبل يضيع. انت الجمعية بتاعتك بتستهدف ان هي توزع اكل بس او تجيب لبس بس. انت الجمعية بتاعتك مستهدفة البطون مش مستهدفة العقول. انت الجمعية بتاعتك مش عامل الطبيعي. هو انت لو عملت 1000 شنطة تغذية وعملت 1000 كسوة وخلص رمضان، صوت عملت ايه؟ انت ليه اثر تاني؟ يعني فين الاثر المستدام اللي انت بتعمله عشان يبقى ليك براند اصلا؟ اعمل عكس بقى. تعالى نعمل فكرة تانية مش هتحتاج تصريح جمع مال، مش محتاج ان انا اخش في شبهات مالية، مش محتاجة مني فريق عمل كبير. بالعكس، محتاجة ان انت، ما هو انت كمؤسسة او جمعية اكيد عندك مقر سوري، اكيد عندك لوكيشن، صح ولا لا؟ وطبعا سهل قوي نوصل لمتطوع واحد. احنا عايزين متطوع واحد، 2 متطوع، 3 متطوع، مش عدد كبير، انت نفسك. وتعالى غير الشارع. خلي مقر المؤسسة بتاعتك هي النادي بتاع الشارع. خلي مقر المؤسسة بتاعتك هي الناصية بتاعت الشارع. بدل ما بيتجمعوا الشباب والبنات الصغيرة او مش عارفين يعملوا ايه او مش عارفين يتحركوا ازاي في رمضان ووقتهم فاضي، جمع الناس دي، علم حرفة، علم هواية، علم قراية، علم مسابقات، اعمل مجتمع متصالح مع نفسه، علم طبخ، علم اي حاجة. خلي رمضان تطلع من رمضان الناس كلها عارفة ان ولادهم بيروحوا المؤسسة دي والجمعية دي عشان بيتعلموا رسم، تلوين، ثقافة، دين، رياضة، بيعملوا خير، بيعلموا الولاد كويس، بيخلوهم يصلوا، بيحفظوا قرآن، او لو هي مسيحية بيعرفوا امور دينهم. وتفر الموضوع ماشي ازاي. بس في الاخر الكيان بتاعك كجمعيه او مؤسسه عمل نشاط سواء تعليمي، فني، ثقافي، مجتمعي. كل ده زرع العلاقه بينك كجمعيه وبين المجتمع اللي حواليك.